ازيكم يا جماعه ودورات الكوكب. والاسبوع ده ما كانش ساخن قوي، يعني كان عندنا بس كام حاجه كده. طبعا عندنا ماتش برشلونه واتلتيكو مدريد اللي هو ماتش اكتر ماتش متوقع في العالم يعني. بس غير كده ديربي الارجنتيني العوده بقى، لو تفتكروا الاسبوع اللي فات ديربي البومبونيرا العوده بقى. العوده ما تلعبش الحمد لله انه ما تلعبش. كانت الناس تطلب مني حلله برده وبتاع، ما تلعبش ليه؟ حصل مصيبه. اللي حصل الماتش كان في ملعب ريفر بليت. جمهور ريفر بليت رجع اتوبيس بوكا جونيورز مع قد كده داخل عند في منطقه الاستاد، حد في ازايز وحد في طوب وكسر الازاز. Cuando llegaba el micro de Boca, a ver, ahí lo estamos ahí le están viendo. tirando cosas, mirá. Mirá. Le tiran de todo, serpentina, piedra. مش بس كارل ساز، اللعيبه اللي جوه الحاجه دخلت في عينه، اللي اتعور اللي فالعيال حطت شاشات بقى وحاجات على عينيها والكلام ده كله. طيب ماشي. اداريين بوكا جونيورز بتاع قال لك لا نشوف الاصابات اللي عندنا، وكلموا مراقب المباراه وكلموا الناس دي كلها وقفوا الماتش. فاجلوا الماتش ساعه ولا ساعتين حاجه كده. راحوا وصلوا للاستاد، دخلوا خلع الملابس مش عارف ايه، قال لك لا احنا رافضين احنا نلعب الماتش ومش هيسلموا تشكيله الفريق. طب ليه يا عم؟ انفانتينو كان حاضر في الملعب قال لك مفيش حاجه اسمها كده، يعني ده يعتبر انسحاب، لو هتنسحبوا هحسب ماتش ريفر بليت. قال لك لا ده احنا اللي ضربنا، ده جمهور اصلا ريفر بليت اللي ضربنا، فهنتحسب لنا الماتش 3-0 وان احنا اللي كسبنا. جمهور ريفر بليت انا ما اعرفش بقى هنا اللي حصل، حد يكمل الحته دي، خرج من المدرج وعمل هيصه وبتاع وراح ضرب جمهور بوكا جونيورز الناحيه الثانيه، وراح ضرب الامن وجري ورا رئيس النادي في المدرج جوه في الاستاد. corridas y allá va la gente, mirá. Boca está cagado. Allá va la gente. Y no, y esto se desmadró, Hernán, Esto se desmadró, Hernán, Seguí si podés, nosotros estamos viendo las imágenes. Corridas. Esto gas, eso está tirando gas. Mujeres. Que el fútbol entero lo escuche, lo asimile y como dijo usted. Ahí está. Están entrando todos. وهيصه وطلع رئيس النادي على ريفر بليت قال لك ده اجرام ومش واضح ان ليه علاقه بحاجات روابط التراس او حاجات كده هناك. بيقول لك انه مش معقوله شبه حد عندنا، مش معقوله 15 حد من روابط جمهور ياثروا على الجمهور كله، ودي جريمه ويتحبسوا ومش عارف ايه وكل الكلام ده كله. ودخل الموضوع في السياسه، لانه كمان يا جماعه الارجنتين من ضمن الملفات اللي هتقدم على كاس العالم 2030. فانت لو بتتكلم ان في شغف جمهور كده والموضوع قاعد يكبر لان فانتينو مشي من الملعب والماتش اتلغى ووقفوه تماما وبتاع لاجل غير مسمى، يعني مش مثلا يومين جايين اسبوع الجاي، لا لحد ما نشوف بقى الموضوع هيخلص على ايه. فالموضوع ده ممكن طبعا يضر للملف، بس ساعتها 2030 ربنا يدينا العمر يعني. اتلتيكو مدريد وبرشلونه يا جماعه زي ما بقول لكم، يعني هو الماتش ده مش عايز يخسر وده مش عايز يخسر، ماتش متوقع جدا، ده عايز الكوره وده مش عايز الكوره، ده بيهاجم من اول دقيقه وده مش هيهاجم غير اخر ربع ساعه. فماتش زيه زي بتاع السنه اللي فاتت، زي اللي قبليها. اللي بيفرق ماتش عن ماتش في اخر مثلا من ساعه ما اتلتيكو كسبوا الدوري، اللي هو الماتش اللي كسبوا فيه الدوري في الكامب نو، ده بتاع الماتشات دي. واللي بيفرق ايه؟ ان مثلا اللعيب ده النهارده فايق ولا لا، جريزمان هنا، ميسي هنا، سواريز مش عارف ايه كده. لما كوستا راح اتلتيكو السنه اللي فاتت بقى ماشي الماتش، يعني في برضه السنه دي في اختلافات، هي دي الاختلافات اللي بتخلي الماتش يعني بتاع. كالعاده سيميوني خد الكوره يا معلم، انا بدافع بكل حد حتى كوستا بدافع بيهم في نص ملعبي ويمسك الكوره زي ما انت عايز. الماتش كان ممل جدا لدرجه ان انا قمت ورجعت وقعدت نفس البتاع. برشلونه مش عارف تخرج بالكوره، تقوم لعباها طويله تنزل تترد. فيدال كان مهم ان هو بياخد فيه كوره كانت بتسقط له، كان بيسندها زي باولينيو كده السنه اللي فاتت، بس هو كان مايل قوي على الاطراف سواء يمين او شمال، اللي هو كان بيلعب بدايموند ب 4-1-2-1-2 تحت ميسي وسواريز، وده كان بيخلي ميسي وسواريز اوقات كتيره، وسواريز بس هو اللي في حضن اتلتيكو، وهو يا عيني برده حركته ما كانت تقيله قوي الماتش ده، ما اعرفش فيه بس كالعاده يعني. لكن ميسي هو اللي هو حلنا، يوم يعدي من واحد يعدي من الثاني، الثالث يضربه فاول، اقف في لعب الكوره، اتلتيكو طويل بس خلاص شكرا على كده. لحد ما جينا الدقيقه 70 نفس الماتش فضل كده بالظبط. الدقيقه 70 ابتلع اتلتيكو، يلا بقى ده احنا ممكن نخطف ونجري، ده على ملعبكم يا بابا، لا هنخطف ونجري. فراحوا خطفوا من كورنر، لما خطفوا من كورنر عملوا ضغط بعديها بعد الجون ان هو كمان هيمسكوا كوره وهيحاولوا ان هم يحطوا الثاني ويموتوا الماتش. فجاه كده فالفيردي ايه ده في ماتش بيتلعب، ايه ده الفرقه اللي بتنافسني على الدوري، ايه ده؟ قام منزل ديمبلي وقام منزل مالكوم في الدقيقه كام بقى؟ 80. يعني انت متخيل لما يصحصح كده في الدقيقه 80؟ طبعا الف ب كوره لما تلعب بوينجين عن انك لما تلعب بدايموند، ولما بتلعب برافينيا وسيرجي روبرتو عن انك تلعب بديمبلي ومالكوم، طرفين وينجين بيحبوا يعدوا وبيحبوا يجروا على الخط ويخشوا جوه ويرفعوا او كده. فعملوا كده، فعملوا ستريتشنج جدا لاتلتيكو مدريد اللي طالعين يقفلوا على دول سواء ارياس او فيليب لويس. فده خلى ايه الف ب كوره بيعدوا بيلعبوا عرضيات. ميسي بقى الدنيا فضت حواليه شويه، يعني الدنيا فضت حواليه بقى في الكوره جايه منين من برشلونه، اللعب جايه منين. حصل جت كوره لميسي اللي لعبها بعد دربكه لعثمان ديمبلي، الراجل خلص. ديمبلي
بكل الكلام اللي بيتقال عليه ده بيتغيب عن التمرين، ده بيقول لك مدمن بلاي ستيشن وبيتاخر وحاجات كده. سواريز طلع اتكلم عليه في انترناشونال بريك، انا ما اعرفش بصراحه ايه التفاصيل اللي بتحصل بالظبط، فكروا يبيعوه اصلا يخلصوا منه لباريس سان جيرمان ولا يبيعوه لحته. بس الراجل ده موهبه يا جماعه، حتى لو هو في حاجه اكيد في حد في برشلونه هيتعامل معاه، لان انا سمعت خبر كده لو ده حصل يبقى دي اداره هبله، هيودوه باريس سان جيرمان وعليه فلوس عشان نيمار يرجع. واحد كده انت كده بوظت سي في باريس، فانت كده بوظتها. لكن غير كده انت يعني دي حاجه تبقى بصراحه حاجه عبط يعني. اسلام محسن يا جماعه برضو من الناس اللي اتفرجت على الماتش وبعت لنا على صفحه الفيسبوك كام حاجه كده كان عايز يعلق عليها، فسمعنا بقى يا عم اسلام. بيقول لك جريزمان عمره ما حط ولا جون في برشلونه، مش بس كده جريزمان عمره ما عمل ولا اسيست قدام برشلونه، ودي حاجه بصراحه خضتني جدا، اللي هو ازاي يعني في كل الماتشات اللي فاتت دي انه كمان اخر 12 ماتش قدام برشلونه اتلتيكو مدريد تعادلوا 4 مرات معاهم وبرشلونه كسبت 8، فدي كان باين انه حاجه كمان معنويه هتاثر على اتلتيكو مدريد في الماتش ده. فالفيردي بيقول لك كان فاتح الملعب قوي عن طريق سميدو وقلب عشان يكسر التكتل بتاع خطين الاربعه نص الملعب والدفاع بتاع اتلتيكو مدريد، وسيميوني فضل سايب برشلونه وبيضغط عليهم من نص ملعبه وهو يلعب على المرتد. بس بعد اول نص ساعه ضغط اتلتيكو ده بقى من قدام اكتر بالعكس، وده عمل مشاكل لبرشلونه كتير وهما بيبنوا الهجمه. الناحيه الثانيه يا جماعه كان حاجه مفاجاه بصراحه. مفاجاه في ايه؟ مفاجاه في انه هو سولاري من ساعه ما مسك والراجل عمل نتائج، في نتائج عملها في فرق اللي كسبها في الشامبيونز ليج قوي دي 5 ولا 6 حاجه كده، والناس قالت ايه ده وبتاع، وسيلتا فيجو الاسبوع اللي فات قبل الانترناشونال بريك ايه ده وبتاع، والراجل اهو وجددوا عقده ومضى مش عارف 2.5 ولا 3 وحاجه بقى حاجه يعني ماشي. الراجل ده يا جماعه وكلنا فيه قبل كده وجمهور المدريد عارف الكلام ده، الراجل ده جه زي ما قلنا قبل كده، جه انتوا تلعبوا بخطه ايه؟ خطه البلاي ستيشن، اوكي احنا هنلعب كده نلعب كده، لكن هو ما قدمش اي حاجه جديده، بمعنى لوبيتيجي على الاقل كان عنده افكاره اللي حاجه عايز يطبقها، بس هو خاف بقى من ضغط الاداره والجمهور واللعيبه وان هو حد يمشي، فالراجل في الاخر رجع في كلامه فخلاص قلشوه. انما سولاري مش بيدي الاضافه، فاللي هو ما عندوش حاجه مبتكره، ما عندوش حاجه جديده. غير كده لما يبقى عنده عيب في الفرقه مش بيحاول انه يغطي عليه، انه يصلحه، انه لا هو يلا يا ولاد يلا يا ولاد انزلوا العبوا وخلاص شكرا على كده. الماتش ده في حاجه لعبوها ايبار، الضغط العالي بتاعهم انا بصراحه يعني زي ما جيرونا بتلعب ضغط عالي، زي ما بيتيس بتلعب ضغط عالي ايه وبنطلع نجري كلنا وخلاص، لكن الضغط العالي بتاعهم كان فيه فكره، كان نوعا ما خدت بالي منها كمان في الشوط الثاني، دي اللي انا ايه ده ما كانش بيحصل الشوط الاولاني، ان هم عندهم الاثنين مهاجمين بتوعهم كانوا بيضغطوا على ما بين راموس وما بين فاران ومودريتش وكروز، خطوط الباسنج دي الراجل كوكي ايه الراجل كيكي ده بتاع اتلتيكو مدريد، كيكي والراجل انريتشي ده واقفين خطوط الباسنج دي. الناحيه الثانيه الوينج الشمال كوكوريلا ده قافل على اودريوزولا تمام، فده خلى مين اللي فاضي في خط الدفاع ده كله انه يطلع بالهجمه؟ مارسيلو. فكانت الكره بتروح لمارسيلو، المفروض نلاقي الراجل الوينج اليمين اللي هو اوريان ولا اورلان ده ضاغط عليه، لا كنا بنشوفه واقف مستني وسايب لمارسيلو مساحه انه يتقدم. كان مارسيلو بيتقدم وبيزيد ويروح، بس لما بيجي يعمل بقى الاوفرلاب ما بيلاقيش حد يعمل معاه، لكن بيبقى اساسه ضمر جوه، بقى اساسه اصلا عقبال ما بيتحرك الران بتاعته في ظهر المساك بيكون المساك ملاحق معاه، فمارسيلو تقف الهجمه عنده بيرجعها لنص الملعب تاني، فكان الراجل اورلان ده بيسقط كتير قوي في ظهر مارسيلو، اكن ايبار بيلعبوا ان احنا عايزين مارسيلو يتقدم، عايزين اللعب كله يبقى ناحيه مارسيلو عشان يبقى مش متوزع بقى فيبقى اودريزولا هو اللي يزيد فمارسيلو واقف شويه، لا اللعب كله في ظهر مارسيلو، وانا عايزين ريال مدريد يفتح لنا الثغره دي اللي هي بقت معروفه للناس كلها، بس افتحوها برضه عشان احنا هنلعب من خلالها. الشوط الثاني في حاجه اتغيرت، مارسيلو زاد قوي، اسينسيو بقى في القلب، وكروز هو اللي بقى يسقط في البيلد اب في ناحيه الشمال مكان مارسيلو عشان يبتدي الهجمه، فده حلو جدا، المفروض كده كروز ده راجل باسير حلو، بس كان بيبقى فيه اوريانا بقى يضغط عليه، بقى يضغط عليه كتير عالي جدا، كيكي ده بقى يضغط عليه عالي جدا، ففي كوره اللي هي تحت الجون الثاني كروز بالكوره جلت منه بيلعبها باس كده قامت جله منه، راح الراجل كوكوريلا لعبها بالعرض الانريتش ده ودخل الجون. انت عندك فرقه زي ريال مدريد دي فرقه كلها لعيبه باسرات، لعيبه بتحب تمسك الكوره، فعندك اسكو الراجل كروز مودريتش سيبايوس شويه اسينسيو، الناس دي تحب تمسك الكوره، فلازم يبقى عندي لعيب رانرز، اللي هو كان في لعيب رانر مشي رونالدو ده كان لعيب رانر، غير انه بيعمل اوفرلاب مع مارسيلو عامل الجبهه دي ويخش لجوه يبدله ويعمله وبتاع، الراجل ده لعيب بيتحرك في المساحه بيلاقي المساحه. طيب انا عندي كل الباسير لازم يكون عليه في اثنين، في واحد واقف قدام بيتحرك كويس، فعندي انا بنزيما وبيل مفيش غيرهم، فبنزيما وبيل تحركاتهم عاديه جدا ما فيهاش اي بيقولوا خلخله دربكه، تتحرك الدفاع تفتح حاجات في الدفاع، حد يبقى متحرك في ظهرهم، حد يباص يلعب لهم ثرو، لو عمل الرن وحد غطى معاه الرن دي فبقى مقفول عليه، لو هيعمل ايه بالكوره خلاص ماشي يرجعها تاني يسلمها لحد تاني ويقف مكانه، تتحرك يا ابني تاني يستلمها منه، طب سلم واستلم. لكن فدي حاجه كانت اللي هو لحد امتى يعني، شفنا الاسبوع اللي فات قدام سيلتا فيجو
كده كده كان الماتش مفتوح وكانت الماتش يعني كانت ماشيه، لكن قدام ايبار فرقه بتلعب ضغط عالي وفرقه واقفه لك ورا ومستنيه انك تلعب عليها، فكان حلولك مرتدات، فمرتدات هتعمل فاول همسك بيلدا من قفاه خلاص بيلدا ما بقاش ليه لازمه. فدي حلول الهجوميه ما بقتش عند ريال مدريد، اللي هو لا انت بتخلص فرصك اصلا اللي بتجيلك ولا انت تحت الضغط لما بيتقفل عليك بتحاول تبتكر حاجه جديده يعني. خش على البوندسليجا. البوندسليجا البايرن يعني البايرن اللي بيحصل البايرن ده بصراحه يضحك. هم كانوا كسبانين الفرقه اللي طالعه من الدرجه الثانيه 3-1 في ملعبهم، وبقدره قادر يا مؤمن في اخر تلت ساعه الفرقه دي جابت جونين وتعادلت. يعني ايه ده؟ مخرج مولر في الدقيقه 89 ومنزل هاملز عشان يدافع عشان يكسب 3-2 اتعادلوا. فده لا يمكن يكون عادي فورمه لعيبه وظروف ماتش، لا يمكن. العيال دي عايز تخرج الراجل ده من هنا خلاص. وده يبين لك هنا بقى هونس رومانيجا طول الشهر يطلع لك ايه؟ احنا مع كوفاتش ومهما يحصل، والاداره واللعيبه بيطلع بقى من البيلد وكيكر وكده ان اللعيبه المتخاذه اللي مش هيأدي هيمشي وبتاع. ده لا، هم كده الدريسنج روم كلها على الراجل. فهم في كلام ان ارسن فينجر ده خلاص ده في الايام اللي جايه عشان الراجل ده هيعرف يتعامل معاهم وهيعرف يستخدم العيال الناشئين تاني، والراجل جنابري وكوكومان وبتاع ويطورهم ويشتغل معاهم وكده. فانا مش عارف دي اخرتها ايه، لانه في كلام بقى بيتقال الانتخابات الجايه بتاعت بايرن اوليفر كان عايز يترشح ومش راضي بسياسات النادي ومش عارف ايه. فرق مع دورتموند بقى 9 نقط، لسه الدوري في الملعب ولسه الدوري موجود، بس بقت حاجه ده نادي كبير جدا ويتعمل فيه الكلام ده. وبايرن الالمان اللي دايما الناس بتتكلم على اداراتهم وحاجات كده فتعمل فيه كده تبقى فضيحه. واضح انه اي مدرب ما اسموش يوب هاينكس مش هيدرب النادي ده. دورتموند الناحيه الثانيه يا جماعه كسبوا 2-1، كسبوا الجون حلو، كان حلو قوي الجون بالتشيك اللي كسبوا بيه، شاطها بيمينه كده حلو لطشها كده راحت. بس غير كده باكو عمل رقم غريب قوي. باكو من اول الموسم ما بيلعبش اساسي، وجوتس اللي بيلعب اساسي، وكان قبل كده فيليب وهو بينزل احتياطي يلعب ماتش ما يلعبش بعد كده الباقي. بس هو شايط على الجون 9 شوطات 9 تجوان. هو غير كده هو عشان ما بيلعبش اساسي فهو عامل ريكورد في تاريخ البوندسليجا لو كملوا، يعني بصراحه هتلاقي اعلى معدل اهداف في الوقت جون كل 26 دقيقه. فده معدل عالي جدا جدا. يعني انا فاكر في البريمير ليج اعلى 2 اجويرو ويجي بعديه تشيريتو، عشان تشيريتو برده مع مانشستر يونايتد معظم الوقت ما كانش بيلعب اساسي فكان بينزل بيحط الاجوان دي. بس باكو ما كانش حد مستني منه كده خالص، لدرجه ان دورتموند جريوا وفعلوا اللي هو الكلوز ان هم يشتروا من برشلونه ويشتروا على طول يلا بينا نخلص على طول. يعني دي يا جماعه دوري الكوكب. اخر حاجه باركو لاخوك ابو جبل هنري كسب ماتش اخيرا مع موناكو، كسبوا بجون فاول. يعني موناكو فالكاو بيشوط فاول جون ايه ارجع يلا وبتاع. هو في كام لعيب في موناكو بصراحه رجعوا من الاصابه فده انتهى يعني بس لسه مركز 17 زي ما هم لسه في اخر الدوري. بس يعني لسه انا متراهن على احمد. هو كان شايف انه جولتين يعني فاضل له الجوله الجايه لازم يخسروا سكور الجوله الجايه عشان يمشي. انا قلت 3 جولات فانا لسه فاضل لي فرصه، انا كنت عارف ان هيحصل كده، لسه فاضل لي جولتين فهنشوف. يا جماعه احنا موجودين على يوتيوب وانستجرام وتويتر وفيسبوك على كي فنيين زي ما قلت لكم في حلقه البريمير ليج. احنا بنحاول نوصل ل 100,000 سبسكرايبر على يوتيوب، فمن فضلك اعمل شير ولايك للحلقه وشغل جرس النوتيفيكيشن بتاع يوتيوب عشان توصلك الحلقات الجديده. ونشوفكم الحلقه الجايه. سلام عليكم.